لقاء وموعد مع مشاهير النجوم. والنهاردة معنا نجم مسرح مصر، النجم الجميل الكوميديان علي ربيع. في خبرين، واحد حلو والتاني وحش. قول لي الحلو ابوس ايدك. المدام تعيش انت. بقول لك قول لي الحلو. ما ده الحلو يا ابني، وفي احلى من كده خبر يا ابني في الدنيا؟ الناس كلها تسأل مدام تعيش انت يا استاذ. نبذة سريعة مختصرة عن حياته الفنية. النجم الجميل علي ربيع من مواليد يوم 29/3 عام 1989. ولد في محافظة القاهرة وهو برج الحمل. يعتبر طب ايه اللي حصل بالراحه؟ لقيت البوليس بيخبط على الباب. مين بوليس؟ قلت يا نهار اسود، رحت في داهيه. ما كانش قدامي الا حلين، يا اما نط من الشباك واموت كفره، ومش هينفع اموت كفره انا حرام. لانه انتحار. صح. فقلت اقضيها مع الشباب واعيش فجره احسن ما اموت كفره. علي ربيع هو احد اشهر نجوم مسرح مصر، وهو حاصل على كلية تجارة جامعة القاهرة، وكان حلمه الأساسي إنه يطلع لاعب كرة قدم. بدأت موهبته الفنية من خلال مسرح الكلية، وشارك في 25 عرض مسرحي، فكان المسرح هو بوابته للسينما والتلفزيون. الو، ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عش البلبل. سلام. الو، ايوه يا دومه، بكره تسليم البضاعه الساعه 5 عند كازينو عش البلبل. سلام. الو، ايوه يا بوليس. بكره جراده وابو دومه يتقابلوا يسلموا البضاعه الساعه 5. وبعد أن تخرج من الجامعة مباشرة التحق بورشة مركز الإبداع الدفعة الثالثة، وبعد التخرج شارك في 3 عروض لمركز الإبداع وفرقة خالد جلال. ومن هنا شاهده الفنان أشرف عبد الباقي وطلب منه المشاركة في مشروع تياترو مصر. عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم يلا لا 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 لا. والله بحبك، والله مجنون. الذي كانت بدايته وشهرته وأول انطلاقة فنية له. وشارك في عدة أدوار صغيرة في السينما، في فيلم بنات العم ومسلسل الرجل العناب وغيرها. واستطاع علي ربيع أن يصنع لنفسه لون كوميديا خاصا منفردا خلال 10 سنوات فقط هي عمر مشواره الفني، وأصبح بطلا رئيسيا في مسرح مصر، وأصبح يأخذ دور البطولة في الدراما مثل مسلسل فكرة ب1,000,000 جنيه وعمر ودياب ومسلسل لهفة. وشارك النجم عادل إمام عام 2021 في مسلسل فالنتينو ومسلسل أستاذ ورئيس قسم، وقدم دور البطولة في فيلم خير وبركة. احنا بقى محتاجين ايه عشان نروح الحفلة؟ هي مين دي؟ هيفاء. بعد الكلكعة بتيجي ايه؟ الشخلعة. فيلم حسن وبؤلز وفيلم الخطة العايمة عام 2020. وشارك علي ربيع في موسم أفلام عيد الفطر المبارك في فيلم زومبي. الفنان علي ربيع متزوج من ندى محمود، ولديه ابنة وحيدة ربنا يبارك له فيها اسمها مليكة. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجم علي ربيع.